ايام الطفوله موضوع ما عمرنا ما دوينا فيه. ما عرفتش علاش جاني هذا الشعور ديال انه خاصني ندوي في هذا الموضوع. الا سولتك وقلت لك ما هي الطفوله بالنسبه لك، او شنو كتعني لك الطفوله، شنو غيكون الجواب ديالك؟ الطفوله الا دوينا عليها دابا غنحسوها بحال الا عندها مده كبيره بزاف ملي دازت. شعور ديال انه ما عندكش 25 عام وانما 50 عام، شعور ديال انه دازوا عليك سنين بزاف وانت يلا في العشرينات ديالك او في عز شبابك كيف ما كيقول. سؤال اللي يقدر يكون سولتي فيه راسك ديال انه كيفاش تدازت السنين كامله بالزربه وبلا ما نحس بها، بلا ما نحس بكل مرحله ونعيش كل مرحلة على حقها وطريقة. أهلا بك صديقي صديقتي العزيزة في حلقة جديدة، الحلقة الثالثة من سلسلة جلسة مع صديق. اليوم ندوي على موضوع كنظن أنه كيهمنا حنا كاملين كشباب وخاصنا نقلبوا فيه شوية، ألا وهو موضوع أو إحساس ديال أنه كبرنا قبل الأوان. كنظن أنه ضروري ما داز عليك شي نهار وجلستي فيه بينك وبين راسك سولتيها كيفاش تكبرت بالزربه. علاش كنحس ان في عمري 60 عام في بلاصه 20؟ علاش كندوي على الايام اللي فاتوا اللي هما ايام الطفوله وانا باقيه الله في بدايه حياتي؟ علاش فاش كنتفكر الطفوله كنتفكرها بحسره او بحنين بحال ضاعت؟ كاين بزاف وهما صغار او من هما صغار كيسمعوا انه صافي انت كبرتي، خاصك تقوى باش انك تنجح او تعتمد على راسك باش انك تنجح باش تقدر تزيد لقدام. تقدر الظروف هي اللي كانت السبب، يمكن حتى واحد ما كان غيعتني بيك من غير راسك، فبديتي كتصرف على اساس انك كبير ناضج وبديتي كتهز هم او هموم ماشي ديالك، كتحمل مسؤوليات ماشي مسؤولياتك. نسيتي انك باقي صغير، باغي تلعب تستمتع وتعيش حياتك. من بعد كبرتي في العمر ولكن قلبك كان كبر قبل الاوان، شرف بكري. ولكن خلينا نوقفوا عند واحد السؤال مهم ديال انه شنو استنتجنا او ولا شنو ربحنا من هذا النضج المبكر. انا عارفه ان هذيك المرحله كانت صعيبه وثقيله، وكيخليني نسول ماشي هذا النضج المبكر هو اللي عاونك او اللي خلاك انك تتحمل كاع هادشي اللي داز عليك؟ ماشي هذا النضج هو اللي خلاك تكون قوي في المواقف الصعيبه؟ بلا بيه ما كنتيش غتكون مسؤول وقد المسؤوليه انسان يتكل عليه. الا جينا نشوفوها من منظور اخر فراه غتلقى راسك محظوظ في هذه النقطه. تقدر انت كتشوفها شي حاجه خايبه انك كبرتي قبل الوقت وما استمتعتيش كفايه بطفولتك، ولكن دير في بالك انه كاين ناس بزاف في السن ديالك وحتى كبر منك ما قادرينش يتحملوا المسؤوليه ديال راسهم. كاين ناس قدك في العمر ما عارفينش ياخذوا قرار، كاين ناس قدك خايفين من الحياه وخايفين انهم يجربوا ويخاطروا، ولكن انت قدرتي بسبب ديك الظروف وبسبب هذا النضج المبكر. تعلمتي من اخطائك وخطحتي شحال من مره قديتي تنوض مره. وخير دليل على هذا الشيء انك تسعى للتغيير، تسعى لتغيير نفسك للافضل وتكون افضل نسخه من راسك. حيت كتفرج فيا دابا انت كنتي مضطر وربما مجبور باش انك تتعلم دروس الحياه بكري وفي سن صغير، وهذا كان صعيب عليك. ولكن دابا ولا نقطه القوه ديالك. النضج المبكر ماشي لعنه وانما درع، كان هو الطريقة الوحيدة أو الوسيلة الوحيدة اللي قدرتي أنك تحمي راسك بها من دوك الظروف، وكان رد فعل قوي وجميل منك وسط هاد الظروف كاملة الصعيبة. تقدر تحس أنك منكسر أو ضيعتي أجمل سنين حياتك بلا ما تحس بها، وهذا كيخليك تحس بالندم، كيخليك تحس بالحنين. ولكن شوفها من منظور تاني، هذا هو الدرع ونقطة القوة ديالك. ده هو اللي خلاك توصل لهادشي اللي انت واصل ليه دابا، واخا ما يبان لك شي حاجة كبيرة، واللي غتوصل ليه من بعد واللي غيكون افضل بكثير باذن الله. الا غيرتي النظرة ديالك للنضج المبكر ما يبقاش اسى وحصر على اللي فات، وانما غيكون قصة القوة ديالك اللي غتوصلك للنسخة الافضل منك مستقبلا. انت ماشي ضحية الظروف، انت ناج من الظروف، والنجاة ما كتكونش سهل، ولكن انت قدرتي انك تنجو بفضل هذا النضج المبكر، هذا النضج اللي خلاك اقوى مختلف ومميز. ودابا سؤال مهم اللي هو كيفاش نرجعوا ولو شي حاجه بسيطه من هاد الطفوله؟ الجواب ماشي انك ترجع طفل من جديد، يعني ترجع انت طفل. يمكن الاجابه هي اننا نسمح، وسطر لي على كلمة نسمح للطفل اللي عايش في الداخل ديالنا أنه يخرج، أنه يعيش من جديد. ماشي ضروري أنك تهمل مسؤولياتك، ماشي ضروري أنك تبدل حياتك، وإنما اسمح لنفسك أو للطفل اللي كاين في الداخل ديالك أنه يعيش مرة، يستمتع بالأشياء البسيطة اللي كانت كتفرحو شحال هادي، لحظات الراحة والفرح
بدون سبب. شنو هي الحاجات البسيطة اللي كانت كتفرحك شحال هادي؟ شي أكلة معينة، لعبة، بلاصة، أغنية، المهم أي حاجة تقدر تفرح داك الطفل الذي بداخلك. باش تفكر أنك كنتي طفل، تفكر أن الفرح ما كانش محتاج شي حاجة كبيرة، شي إنجازات كبيرة باش أنك تفرح، كنتي كتفرح بأبسط الأشياء. أنا عارفة أنك غتقول أنه ما يمكنش، ما نقدرش نرجع طفل صغير أو لا نعيش حياة الطفل الصغير ونهمل مسؤولياتي وننساها، ما نقدرش نبدل هاد الحياة اللي انا عايش فيها. وكيخليني نقولك واحد الحاجه، انه انت ما محتاج تنسى مسؤولياتك، وانما غير تفكر باللي كنتي صغير. انت ما محتاج تهمل المسؤوليات، انت محتاج غير ترتاح شويه، محتاج تبدل حياتك كامله، محتاج غير تستمتع بلحظات بسيطه. نقدروا نقولوا انه السر ما كاينش في الرجوع، وانما في التوازن، انك تكون كبير تجاه مسؤولياتك وصغير في قلبك، انك تكون ناضج وعاقل في قراراتك وبسيط في فرحتك. انت ماشي بوحدك اللي حاس بهذا الاحساس المثقل، وانما بزاف منا حاس به. شحال من واحد كبر قبل الاوان، بزاف منا نساو طعم الفرحه، طعم الفرحه البسيطه اللي كنا كنلقاوها في الحاجات البسيطه. ولكن ما فاتش الوقت. ربما هذه رساله لك باش انك تحيي طفل او طفلة التي بداخلك وتستشعر طعم الفرحة بالأشياء البسيطة اللي كانت كتفرحك شحال هادي. كل واحد فينا عنده طفل أو نسخة صغيرة في الداخل ديالو، كيتسناه أنه يتفكره، يسمح له بالعيش، كيتسناه أنه يحلم، يفرح كيف ما كان شحال هادي. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى أنه يكون عجبكم. موضوع اليوم مختلف قليلا عن العادة، وألقاكم في فيديوهات أخرى أفضل بإذن الله. سلام.